السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بصحة وخير. بعد التحية والسلام، وقبل ما نبدأ حلقتنا التانية من مسلسل لام شمسية، لو بتشوفوني لأول مرة يا ريت ما تكونش آخر مرة وتشتركوا في القناة علشان تشوفوني تاني. ويلا بينا نبدأ حلقتنا، وهسيب لكم في صندوق الوصف كل حلقات المسلسل علشان لو فاتتكم حاجة تشوفوها. وبتبدأ حلقتنا بطارق وخد وسام بسرعة على المستشفى، وكان معاه رباب وقال لنيلي ارجعي انتي ما تجيش معايا وخلي بالك من يوسف. فقالت للداده خلي بالك منه انا لازم اروح. لكن وهي ماشيه يوسف جري وراها، فاضطرت ان هي تاخده معاها وركب معاها العربيه. وهم راكبين بدات تقول له انت مش عايز تقول لي اي حاجه يا يوسف؟ فهو ما ردش وسكت، ولقيناه ان هو كمان عمل حمام على نفسه من الخوف. بعد كده بنروح المستشفى وبيكون طارق وصل هناك، وبدا الدكتور يقول لهم احنا لازم نعمل له اشعه بسرعه. فساعتها رباب اتخضت ودخلت الحمام وكانت عماله تعيط. في الوقت ده وصلت نيلي المستشفى وقالت ليوسف انا معايا غيار بتاع النادي، تعالى ندخل الحمام وغير هدومك. بالفعل دخلوا الحمام، بدأ ان هو يغير هدومه، وهي شالت الهدوم المتوسخة وطبعا حست بيهم وبكلامهم رباب، لكن عملت نفسها مش جوه وما اتكلمتش خالص. فبعد ما غير قالت له انت مش عايز تقول لي حاجة يا يوسف؟ لكن هو سكت. فحاولت ان هي تقولها له تاني بهدوء مفيش اي حاجة عايز تقولها لي عن انكل وسام؟ فسكت كده وبعدين قال لها لا مفيش. فقالت له طيب ماشي يلا بينا. وفي الوقت ده طبعا كانت على اعصابها رباب. وبعد كده زينة اتصلت بيها لكن طبعا هي ما ردتش عليها. راح نيلي ويوسف المستشفى، اول ما شافهم طارق قال لها انت اللي جابك هنا وجايبه يوسف كمان معاكي؟ مش كفايه بهدله؟ فقالت انا ما كانش ينفع اسيبك لوحدك. قال لها انت سبب في كل ده. المهم بدا يتنرفز، فده قال لها انا عايزه اعرف بالظبط هو انت شفتي ايه؟ فبدات تقول له انا من ورا الازاز شفته كان حاضن يوسف جامد، حضن مش مظبوط كده. اول ما دخلت زقه بعيد. فبدأ يقول لها طيب يوسف كان لابس هدومه ووسام كان لابس هدومه ولا لا؟ فقالت له ايوه كان لابسين هدومهم، بس حضنوا جامد. قال لها انا سمعتك يعني حضنوا. وبدأ يستهزأ بكلامها يقول لها ما هو دايما بيحضنوا، ايه الجديد يعني؟ يعني انت كنت هتخليني اقتل صاحب عمري علشان شفتيه بيحضن ابني؟ قالت له لا ده كان حضن غريب. قال لها غريب ايه؟ انت اللي غريبه يا شيخه، حرام عليكي، انت سبب في كل ده. وبدا ان هو يتنرفز عليها يقول لها وسام بيعتبره ابنه، ايه اللي انت عملتيه ده يا شيخ منك لله؟ فقالت له لا مش ابنه، يوسف عنده اب واحد اللي هو انت، وبعدين انا كنت شايفه شكله عامل ازاي، ده ابني وانا عارفاه. فقال لها لا مش ابنك بقى، ما دام مش ابن يوسف يبقى مش ابنك انت كمان. بعد كده سابها وراح ليوسف وبدا يقول له قول لي يوسف انكل وسام عمل لك اي حاجه غريبه؟ احكي لي يا ابني في ايه، قول ما تخافش. وكان بيتكلم طبعا بعصبيه. فقالت له هو مش هينفع يرد عليك وانت عامل له تحقيق كده، ما ينفعش. قال لها اسكتي انت. المهم بداوا يشدوا مع بعض في الكلام، وطبعا رباب كانت شايفه كل ده وساكته خالص ما بتتدخلش. طارق ورباب طبعا كانوا في الاشعه، وكان دكتور الاشعه بعد ما خلص قال لهم ان هو فعلا في شرخ في الجمجمه وغالبا هيحتاج عمليه جراحيه، ولكن برضو الاستشاري لما يشوفه هو اللي هيقول الكلام ده. في الوقت ده ناديه اتصلت عليها لكن قالت له دي طنط بتتصل بيا. فقال لها طب رد عليها. قالت له رد اقول لها ايه؟ فقال لها طب هاتي التليفون. المهم هو اللي رد عليها. فاول ما رد استغربت وقالت له انا بتصل برباب، هو انا اتصلت عليك بالغلط ولا ايه؟ هو في ايه؟ واتلخبطت. فقال لها لا ابدا. وبدا يقول لها ان هو وسام عمل حادثه. فاتخضت جدا وقالت له حادثه ايه؟ قال لها ما تخافيش ده حادثه بسيطه. قالت له بعتي اللوكيشن بسرعه علشان انا جايه لكم. فعلا بعدها الضابط كان وصل المستشفى لان المستشفى كانت بلغت، وبداوا ان هم يتكلموا مع طارق ويقولوا له ايه اللي حصل بالظبط. لكن هو قال لهم ان هي كانت حادثه بس، وان هو يعني ضربوه من غير ما يقصد ووقع على الارض اغمى عليه. قال له يعني انت ضربته لغايه ما اغمى عليه؟ قال له لا انا لما ضربته هو وقع فاغمى عليه. فساعتها اتدخلت نيلي وقالت له ممكن يكون مثلا عنده اي مرض او حاجه، مش شرط يكون ان هو اغمى عليه بسبب الخناقه. فساعتها الضابط قال لها خناقه؟ هو الموضوع كان فيه خناقه؟ انا شايف يعني ان استاذ طارق ما فيهوش اي حاجه عشان يكون فيه خناقه. فحس ان في قلق وقال له ممكن اعرف ايه سبب الخناقه يا استاذ
استاذ طارق. فساعتها طبعا ما قدرش يتكلم وسكت، فقامت نيلي متكلمه وقال له علشان خاطر كان بيتحرش بابنه. فالظابط اتفاجئ من الكلام وحس ان الموضوع في موضوع، وبص فعلا على يوسف وبدأ يقول له لا احنا هي الموضوع في قضية هتك عرض. فيوسف قال له لا انا اصلا مش متأكد من الواقعة ولا من اي حاجة. فقال له خلاص احنا نروح ننقل الاسم ونكمل تحقيق هناك احسن لنا. طبعا هو وقتها بص لنيلي وكان نفسه يديها بحاجة فوق دماغها، بس وهما ماشيين قال لها بقول لك ايه، خدي يوسف وامشي، ما تجيش بقى معايا، كفايه لغايه كده. فوقتها كانت جت ناديه وبدات تقول له ايه هو ايه الموضوع بالظبط. قال لها ما فيش حاجه، هو كويس. وبدا انه يطمنها وقال لها انا بس رايح القسم عشان اخلص المحضر وجاي بسرعه. لما مشيوا بدات تسال رباب هو ايه الموضوع بالظبط، فما عرفتش تقول لها حاجه. قالت لها بقول لك ايه، تعالي طيب بس نبص ونطمن عليه كده. في الوقت ده نيلي طبعا كانت في العربيه واتصلت على عمرو اخوها وقالت له اللي حصل، وقالت له انا عايزه محامي. فلا طب اتصلي على ايمان ما هي محاميه. فقالت له لا أنا مش عايزه اكلمها. قال لها مش وقت الكلام ده، خلاص ابعتي لي بس اللوكيشن بتاعك. بالفعل بعد كده ناديه كانت مع رباب وكانوا عايزين الدكتور عشان يطمنوا. لما شافوه سالوه قال لهم هو محتاج طبعا عمليه، وانا طالع بحضر نفسي علشان هو هيطلع لي بعد ساعه العمليات، لان في شرخ في الجمجمه وفي نزيف، والنزيف طبعا ضاغط على خلايا المخ، ولو فضل اكتر من كده ممكن يؤدي للوفاه، فلازم نفضي النزيف ده بسرعه. فطبعا اتخضوا جدا من كلام الدكتور. في الوقت ده عمرو كان وصل وكان خد يوسف علشان خاطر يقعد معاه لغايه ما يشوفوا الموضوع ده نيلي وايمان. في نفس الوقت كانت نهال اتصلت بطارق، لكن طارق ما ردش عليها. وقتها بيدخل فعلا وسام العمليات، وفعلا بتتعمل العمليه وبيخرج من العمليات، والدكتور بيطمنهم وبيقول لهم ان خلاص هو قدر يسيطر على النزيف، لكن لازم هيفضل وقت عشان يشوفوا اذا كان النزيف ده هيتكرر تاني ولا لا، وان هو حاليا في غيبوبة وان شاء الله يومين ويفوق منها، بس ده احسن احتمال. فقالت له طب وايه اوحش احتمال ممكن يكون ايه؟ فقال لها ان هو ممكن ياخد وقت اكتر من كده وممكن ما يفوقش خالص، دي كل الاحتمالات، بس انتوا ادعوا له وان شاء الله خير. بعد كده سابهم ومشي. وطبعا نادية كانت قلقانة على ابنها جدا، لكن رباب حاولت تطمنها وقالت لها احنا لازم نمشي عشان انت كمان ما تتعبيش مني ولازم تبقي واقفه على رجلك. كانت نيلي وايمان قاعدين مع بعض في العربيه. اتصلت نادية على نيلي عشان تفهم الحكايه. قالت لها يا بنتي قولي لي هو ايه اللي حصل بالظبط، هي حادثه وايه اللي حصل؟ فبدات تقول لها هي حادثه بس كبيره شويه. فقالت لها وسام في العمليات وعمل عمليه وان هو في غيبوبه ومش عارفين هيفوق منها امتى. فقالت لها ان شاء الله خير. قفلت معاها طبعا وكانت مخضوضه. فوقتها كمان قالت لها احنا لازم نعمل محضر هتك عرض، لان لو احنا مش عارفين وسام ممكن يحصل له ايه، ولو حصل له اي حاجه ساعتها هيبقى مشكله كبيره بالنسبه لطارق، وممكن يبقى حكم عليه عشان هو ضرب واحد لغايه ما مات، فلازم ناخد خطوه هتفيدنا بعد كده. فقالت لها طيب خلاص انا لما اشوف طارق هحاول ان انا اقنعه. قال لها ما فيش الكلام ده، احنا لازم ناخد موقف ولازم نبدا نعمل ده وبعدين نبقى نقول له بعدين عشان بس نامن نفسنا. طبعا كانت ناديه ورباب روحوا البيت، وزينه كانت قلقانه جدا على باباها وعماله نفسها تشوفه، لكن ناديه سالت رباب تاني لانها برضو لسه ما فهمتش حاجه. قالت لها انا عايزه اعرف هي حادثه ولا خناقه ولا ايه بالظبط، وبعدين ازاي يعني طارق وسام يبقوا هما الاثنين في نفس الحادثه، ورغم كده واحد يبقى في العمليات بين الحياه والموت وواحد تاني ما فيهوش حتى خربوش. فساعتها رباب برضو ما اتكلمتش وقالت لها يعني ده بيبقى نصيب بقى يا ماما، هنعمل ايه؟ في الوقت ده كانت نيلي راحت هي وايمان وبداوا فعلا يعملوا محضر بالتعدي وهتك العرض وعلى وسام. وفي الوقت ده المحامي اتصل على نادية علشان كان رايح يشوف طارق والمشكله اللي عنده، لكن اتفاجئ طبعا بالمحضر واتصل قال لها عليه وان هم عاملين محضر زي ده. فاتفاجئت وقالت له مش معقوله، اكيد في حاجه غلط، معقوله هم هيعملوا في وسام محضر زي ده؟ فقال لها ايوه ان هو متاكد من الكلام اللي هو بيقوله لها. وقال لها لو تحبي انا ممكن ارفع عليهم قضيه، لكن قالت له لا ما تعملش اي حاجه، احنا نستنى وسام لما يقوم بالسلامه وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بعد كده راحوا زاروا وسام في المستشفى وكانت زينه معاهم. بعد كده سابوا زينه مع وسام في الاوضه وطلعوا قعدوا بره، وبدات ناديه تسال رباب تقول لها انا عايزه اعرف ايه اللي حصل بالظبط وايه موضوع قضيه هتك العرض دي. فاتفاجئت رباب من الكلام، فاضطرت حكت لها على كل اللي حصل. فقالت لها ازاي
يعملوا محضر زي ده انا هوديهم في 60 داهية. وكانت طبعا متنرفزة جدا. في الوقت ده نيلي كانت في البيت وبدأت تجيب كده من على اللابتوب ايه علامات التحرش وتعرف الامور بالظبط بالنسبة للاطفال. لكن وهي بتعمل ده عمرو دخل عليها وبدأ يقول لها يلا قومي عشان تريحي شوية. وخدهم هم ماشيين. سألها طبعا على وسام وقالت له ان هو في غيبوبة ومش عارفين هيفوق منها امتى. وقتها كان يوسف سمعها وما كانش فاهم طبعا يعني ايه غيبوبة. فدخل على التليفون بتاعه وبدأ يعمل سيرش كده ويعرف يعني ايه غيبوبة. وبالفعل عرف كويس يعني ايه. ساعتها دخل اوضته وبعت رسالة لوسام وقال له علشان خاطر ما تموتش. وبعت له كمان انا بحبك قوي. وبعدها في التليفون وكان قاعد زعلان جدا وعمال يعيط. يا ترى ايه اللي هيحصل ويا ترى كلام نيلي صحيح ولا بيتهيأ لها؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات الجاية. ما تنسوش تحطوا اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة واشوفكم على خير والسلام عليكم.